هتعمل طوق ازاي؟ صحيح بعض المصادر كده نقلت معلومات ان انت كنت عملت خطة لتدمير المصريين والاسرائيليين في الثغر. شوف برضو دون ان يحدد التاريخ، يعني هم بيعتقدوا ان الخطة بتاعت يوم 17، دي كانت خطة 17 اكتوبر. 17 اكتوبر ان انا هسحب الفرقة الرابعة المدرعة واللي هو 25 مدرع ليلة 16 17، ويوم 17 اضرب الايه الثغرة فهدمرها. مصريين في اسرائيليين. مش مصريين بس. يعني انت متخيل ان مثلا فرقه مدرعه ولواء مدرع، يعني 4 فرق، 4 ألوية مدرعه ولواء مشاه ميكانيكي، ده زي ما تكون هيبقى اعصار، كانه اعصار بيهب على ايه؟ على منطقه الثغره. كان عدد الاسرائيليين كام في الوقت ده او قوته؟ كان في وقت ما وضعت الخطه كان التقدير بتاعهم هيكون في حدود لواء مظلات ولواء مدرع. وكان خسائر المصريين المتوقعة؟ لا لسه انا وانا بوضع الخطه بقول ايه؟ احتمال ان هم يوم 17 الصبح يكون عدى هو بالليل كمان لواء مدرع، يبقى مثلا هيكون عنده لواءين مدرعين مثلا. انا بهاجم ب4 ألوية مدرعه ومعايا المدفعيه بتاعتي وتحت مظله الايه؟ الطيران بتاعك الطيران بتاعي، الحماية الجوية الطيران ليك. بتاعي. لان انت كده بتلعب على ارضك بالكامل يعني. بلعب على ارضي بالكامل. فطبعا هيكون زي ما تكون اعصار بيهب على ايه؟ على منطقه الصحراء. فطبعا هيكون في خسائر، قد يكون هناك خسائر لبعض المدنيين في هذه المنطقه. المدنيين قد يكون، بقول لك قد يكون اللي هيكون في السكه يعني طبعا، لان انت بتضرب مدفعيه والدبابات بتهجم والكلام ده كله لكن يعني. ده شيء طبيعي في الحروب، وده شيء طبيعي. فهو بيقول لك على هذا كده على قولة يوم 17. صحيح. لو انت كنت نفذت الخطة دي كانت ستحدث يعني هزة قوية ربما تمتد لسنوات طويلة في الجيش الإسرائيلي. طبعا ازاي؟ والاحسن من كده ان انا ما كنتش اطور الهجوم خالص والثغره ما تحصلش خالص، واخليه يلعب على انغامنا زي ما بنقول. نعم. ان هو انت اللي بتحدد له. انا اللي بحدد له يلعب ايه. انا اللي بقول له هاجم بالمواجهه يهاجم بالمواجهه، بطول مده الحرب يعني بتصرف طبقا لارادتي. في هنا قضية خطيرة جدا وهي التدخل الأمريكي. رئيس السادات قال إن أمريكا كانت، أو كل ده يعني، حتى أنا قرأت في بول فيندلي في كتابه من يجرؤ على الكلام، وفي مصادر كثيرة الحقيقة، حروبنا مع إسرائيل اللواء صادق الشرع وغيره، كلهم أكدوا على أن كان بعد الأيام الأولى من الحرب كانت الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة مباشرة إلى الجبهة في سيناء. وده اللي جعل الرئيس السادات يقول أنا ما أقدرش أحارب أمريكا، وطالب اتصل بكيسنجر وبالسفير السوفيتي كما ذكرت حضرتك وكده في الحوار. هل فعلا الآن دخول أمريكا على الخط بهذا الدعم وربما بطائرات يقودها أمريكيين والقنابل التلفزيونية وغيرها من الأشياء والأسلحة الكثيرة المذكورة في هذا الأمر، هل هذا أيضا جعل الحسابات السياسية تتغير ويطالب الرئيس السادات بوقف إطلاق النار؟ هذه هي المبررات التي أعطاها السادات لكي يبرر وقف إطلاق النار، وهذا خطأ وتضليل وضلال. ليه؟ احنا داخلين الحرب وعارفين ان امريكا بتمد اسرائيل بكل شيء، لكن ليس إلى الدرجة التي حدث. لا للدرجة دي وأكثر من هذه الدرجة، لأن السلاح بتدي لإسرائيل آخر جيل من الأجيال بتاعتها هيكون إيه؟ وإحنا في الوقت اللي الروس بيعتبرونا كأعز الأصدقاء بدون ما قبل الجيل الإيه؟ الأخير. فلو أضع أنا هذا الكلام في حسابي ما أخشش الحرب خالص ضد إسرائيل. خلاص إسرائيل محمية أمريكية، واللي هيهاجمها يبقى كأنه بيهاجم أمريكا، يبقى ما حاربهاش. وده غير منطقي. احنا داخلين الحرب وعارفين ان ايه امريكا وراء اسرائيل، وهم عارفين ان ايه الاتحاد السوفيتي ورانا. وبعدين لو حللنا، لكن وقوف الاتحاد السوفيتي وراكم مش بنفس قوة وقوف امريكا وراء اسرائيل. سأوضح هذا الامر. نيجي الاول على ايه؟ الجسر الجوي الامريكي والجسر البحري الامريكي. الجسر الجوي الامريكي نقل الى اسرائيل 27,000 طن، والبحري نقل 33,000 طن، يبقى الإجمالي بتاعه كام؟ 60,000 طن. نعم. الجسر السوفيتي
الجوي نقل إلى مصر وسوريا، بيعتبرهم الاثنين نعم. يعني مسرح واحد. نعم. 15,000 طن مم. و63,000 طن بالبحر. لمصر. يبقى الإجمالي هنا 78,000 طن وهنا 60,000 طن. مم. سنجد من يقول النوعية هنا غير النوعية هنا. غير النوعية هنا، صح. وهذه حقيقة. نعم. بس ده جزء من عملية الصراع اللي احنا داخلين فيها. مم. ما هو انت الحليف بتاعك هو الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي له امكانيات ليست بمستوى الامكانيات بتاعت ايه؟ بتاعت امريكا. لكن وهو بيدي لك الحاجات اللي انت خسرتها اساسا، مم. بيعوض لك الخسائر، مم. والتانيين بيعوضوا الخسائر بتاعت ايه؟ اسرائيل. فبديهي ان مثلا ايه؟ ان امريكا بتبعت طيارات علشان ايه؟ تعوض القوات الجوية الإسرائيلية عن الطيارات اللي خسرتها. مم. الاتحاد السوفيتي بيبعت دبابات لسوريا علشان تعوض الدبابات اللي خسرتها، وهكذا يعني. لكن عفوا يعني في لقائي مع الرئيس اليمن الجنوبي السابق علي ناصر محمد أكد لي أن خطة السوفيت رغم أن اليمن الجنوبي كانت تعتبر حتى في عرف التاريخ امتداد للاتحاد السوفيتي من حيث كل شيء، الأيديولوجيا وغيرها، أن السوفيت كانت خطتهم قائمة في دعم حلفائهم على إمدادهم بقدر من السلاح لا يساعد على أن هم ينتصروا في حرب بشكل كاسح، بقدر ما هو إما يحافظوا على وضعهم أو يدخلوا حرب محدودة المدة. وكثير من التقارير أكدت أن الإمداد السوفيتي لمصر لم يكن يكفي للاستمرارية في الحرب لمدة طويلة أو تحقيق انتصار كاسح، وإنما حرب محدودة المدة ومحدودة الإمكانات. هذا صحيح إلى حد كبير، بس وهم قالوا لنا بصريح العبارة نحن نمدكم، ونيام جمال عبد الناصر، لاسترداد الأرض التي فقدت منكم في إيه؟ في يونيو 67. ولكن تدمير إسرائيل ده خط أحمر بالنسبة لهم. إحنا لسه فين؟ دي نقطة مهمة الحقيقة. طبعا طبعا، وهذه حقيقة. إنما إحنا فين وتدمير إسرائيل فين؟ يعني لسه في مرحلة كبيرة جدا. يعني ممكن يديني السلاح وهو مطمئن إن لسه هو بينه وبين الخط الأحمر اللي هو بينه وبين أمريكا اللي هو تدمير إسرائيل. فده طبعا لا يتم إلا في ظل موازين دولية أخرى. إذا دمرت القوى الإسرائيلية العسكرية على سيناء وفي الثغرة فأنت بتكون دمرت إسرائيل. لا أنا لما أدمر الرؤية البضراعة ده أنا بدمر علشان يا دوبك أقدر، مش قادر أوصل للمضايق. ما دام القوات الجوية الموجودة القوات الجوية الإسرائيلية موجودة، مش مخليني أقدر أوصل للمضايق، ولسه ما عنديش دفاع جوي متحرك، يبقى لسه قدامي فترات طويلة يعني. فلسه تدمير إسرائيل بعيد المنال. فهو بيديني فعلا لكي يساعدني في استرداد الأرض على مراحل كمان. نعود للدور الأمريكي ودور كيسنجر اليهودي وزير الخارجية الأمريكي الذي كان يهوديا في ذلك الوقت، والدور الذي لعبه في استغلال الوضع لصالح إسرائيل في تلك الحرب. أمريكا وإسرائيل بكيسنجر أو بغير كيسنجر هي يكادوا يكونوا كيان واحد. بس كيسنجر بقى كان يعني بيوصل المعلومات أساسا لإيه إسرائيل، ويقول لهم الحقوا قبل وقف إطلاق النار، احتلوا كذا وكذا، لأن هو اللي في إيده إصدار القرار في مجلس الأمن وقاعد يعطل ويعمل والكلام ده. فأنا لا ألوم كيسنجر كوزير خارجية أمريكا بيخدم مصالح أمريكا، لأن هم يروا ووضعوا مصالح إسرائيل ومصالح أمريكا في سلة واحدة. أضف إلى ذلك صفته كيهودي، فأصبح يعني في عاملين مهمين يجعلوه إن هو إيه ينحاز لإسرائيل. والمصيبة الكبرى إن إحنا نيجي نوسط إيه كيسنجر لعب دور مخادع لمصر ولسوريا في موضوع في عام 73، وكان دوره واضح في دعم إسرائيل بشكل أو بآخر وحض إسرائيل على أن تفعل ما فعلته في توسيع قضية الثغرة. أنا لا أرى أن هذا يعفي الرئيس السادات من المسؤولية. أنا كقائد عسكري عندي دلوقتي 5 ألوية في إيدي إن أنا أحاصر الجيش السادس. إيه اللي يمنعني من أن أنا أحاصره وأفرض شروطي؟ إيه اللي يخليني أسكت وأسيب هذه الثغرة تتعاظم بهذا الشكل؟ حتى لو كان
يعني انما قلت كل اخطائنا نحطها على شماعه واحد تاني.